ازاي تستثمر فلوسك في وقت الحرب والازمات؟ كان العالم قاعد في سلام نسبي لمدة 80 سنة تقريبا من بعد الحرب العالمية الثانية، بس الغزو الروسي لاوكرانيا خلى كل ده ينتهي. ازمة اقتصادية وانسانية ضخمة بتحصل دلوقتي، والتأثير بتاعها هيتحس في كل حتة في العالم. في رد على الغزو، الدول في كل حتة في العالم فرضت عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا في امل ان الضغط الاقتصادي يوقف الصراع. طبعا العقوبات الاقتصادية مش بتأثر على البلد اللي بتستهدفه، ده كمان بيبقى ليه عواقب عالمية على الدول اللي كانت بتحاول تسهل التجارة الدولية. من بين التداعيات التانية للحرب أسواق الأسهم اتعرضت لتقلبات كبيرة، وبورصة موسكو اتقفلت تماما علشان تمنع انهيارها. طيب ايه اللي المفروض المستثمرين يعملوا عشان يحموا محافظهم الاستثمارية؟ في شوية نصايح كده ممكن تنفعك وقت الأزمات. استثمر في سلع أساسية زي الذهب والفضة، لأن السلع الأساسية دي مش بتتأثر بالأزمة الاقتصادية وأسعارها بتميل للارتفاع أوقات الحروب. استثمر في قطاعات اقتصادية متينة زي الرعاية الصحية والتعليم، القطاعات دي متأثرة بتقلبات الاقتصاد بشكل أقل من القطاعات التانية زي التكنولوجيا أو العقارات. استثمر في قطاعات اقتصادية عالمية، قطاعات اقتصادية زي التكنولوجيا أو الخدمات المالية متمركزة في دول متقدمة، وده بيخليها معرضة للتقلبات الاقتصادية في دول معينة. استثمر في قطاعات اقتصادية محلية، قطاعات اقتصادية زي السلع الأساسية أو العقارات متمركزة في دول معينة، وده بيخليها أقل عرضة للتقلبات الاقتصادية في دول أخرى. استثمر في قطاعات اقتصادية جديدة، قطاعات اقتصادية جديدة زي الطاقة المتجددة أو التكنولوجيا المالية ممكن تكون بديل جيد للقطاعات التقليدية في أوقات الأزمات. طبعا دي مجرد نصايح عامة، وفي النهاية القرار في ايدك انت، المهم انك تكون مدرك للمخاطر اللي بتتعرض ليها محفظتك الاستثمارية في وقت الازمات وتتصرف بحذر.